سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها القمة الأفرو آسيوية بين النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية هنا في أبها البهية وسط أجوائها الرائعة للغاية. وبالتأكيد مع هذا الحضور الجماهيري الكبير كل المعطيات تجعلنا ننتظر مباراة كبيرة في هذا المساء، وكل الأمنيات للفريقين في تقديم عطاء كبيرا ومستوى يليق بهذه القمة. الأجواء الكبيرة، الحضور الجماهيري الكبير، أسماء الفريقين، طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي المصري محمود البنا. الفيديو سيكون الحكم محمود عاشور أيضا من مصر في أحداث هذه القمة، ونأمل أن نستمتع وإياكم بأحداثها هنا في هذه الليلة، حيث زملاء كريستيانو يريدون مواصلة المشوار بنجاح إلى النهائي، وزملائي أيضا الحارس أنس الزنيتي يأملون في مواصلة نجاحهم بعد صدارة مجموعتهم وأيضا وصولهم إلى ربع النهائي، حامل اللقب في مهمة صعبة للغاية ضد فريق يكتظ مليء بالنجوم بقيادة كريستيانو. مرحبا بكم معنا في القمة الأفرو آسيوية في بلوغ الدور نصف النهائي من هذه المسابقة اللي تأتي في بداية موسم، وبالتأكيد جهز فريق نحو استحقاقات كبيرة في المراحل القادمة. خطأ يحتسب حكم المباراة في أفريقيا الرجاء، الكرة تصل نحو تاليسكا. تاليسكا عنده الفرصة باليسرى قوية لكنها في يد الحارس. أول تهديد، أول فرصة كانت من جانب أندرسون. تاليسكا لكنها في أحضان الحارس أنس الزنيتي، مقروءها خطأ من الدفاع، استعادها بروزو طويلة داخل المنطقة باتجاه رونالدو، حبها على الطائر. في هذه الأثناء الكرة تعود باتجاه بروزو، البحث عن الرؤوس، عرضية حلوة وخطيرة باتجاه الغنام، التحضير البيش، بناء هجمة نصراوية طويلة باتجاه تاليسكا سهلة. زين رحيب يعود حتى للخلف في هذه الدقائق لمساندة الزملاء. الكرة تعود مرة أخرى حلوة من رونالدو أمام أكثر من لاعب تمريرة، لكن فيها تغطية وتدخل، عودة من جانب بولكسوت في الجهة اليسرى، العرضية داخل منطقة خطيرة وفرصة، لكن الإبعاد ماني يتدخل بروعة كبيرة من جانب ساديو ماني. شوف العودة من جانب ساديو ماني في المساندة الدفاعية، وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم التصل على جهة اليمين. غنام تمويه، مرور جميل في الناحية اليمنى، يلعب كرة عرضية لكن الدفاع تدخل. تعود الرجاء غير مستعجل في الهجوم، طويل الكرة لكن حكم اللقاء يشير إلى خطأ على ماني، خطأ على ساديو ماني. تدخل في اللقطة الماضية على ساديو ماني لمصلحة بوشعيب العراسي في الكرة الأخيرة. هي محاولة لمصلحة الرجاء في هذه الأثناء، تمريرة في الجهة اليسرى من تايك محمود، يصل الكرة، يبحث عن حلول تسلل عليه في اللقطة الماضية، تسلل في اللقطة الماضية بطولة كأس العالم للأندية. كرة بالخطأ تصل مرة أخرى لمصلحة الرجاء، رحيم بتسديدة لكنها تصطدم في خيبية القمة في كرة القدم العربية وأيضا على مستوى القارة الأفريقية والآسيوية. خطأ يحتسب الحكم لرونالدو، خطأ لمصلحة رونالدو، تدخل من جانب التوغولي ياولو. تدخل امام كريستيانو، بالتالي الكره لمصلحه النصر. الاسم الماضي لم يتمكن من تحقيق الالقاب معه في هذه السنه، في هذا الموسم الوضع مختلف بالنسبه للنصر مع تحقيقات كبيره. تاليسكا طويله، رونالدو محاوله لكنها بعيده على كريستيانو، بعيده اللقطه على رونالدو، في الاخير تحولت الى ركله مرمى. كره اندرسون، تاليسكا باتجاه كريستيانو، الخطوره. فوفانا يحاول حلوه باتجاه بروزوفيتش، تمرير على جهه اليمين صعبه على رونالدو، بعيده على رونالدو. محاوله لمصلحه الرجاء في هذه الاثناء، لمسه لكن فيها تغطيه، تدخل، وبعد ذلك تحولت الكره الى ركنيه. 18 دقيقه لعب في هذه القمه، صفر مستوى الخط الهجومي للنصر. كرة باتجاه تاليسكا، مار تاليسكا، مار تاليسكا، مار تاليسكا، تمويه تاليسكا، تحضير لرونالدو، كرة يا إلهي، روعة 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 يا كريستيانو. الله الله، يا سلام على لقطة، على مهارة، على فن، على متعة، على كرة، على لمسة، على سحر، على مهارة، على كريستيانو. كريستيانو يضرب الهدف الأول في هذه القمة بروعة كبيرة. تاليسكا صاحب كل شيء في هذه الكرة، الكنترول، المهارة، اللمسة،
التمريرة كريستيانو، موعد مع الأهداف، موعد مع الفرحة، موعد مع التألق، هذه المرة باليسرى في الزاوية اليسرى. رونالدو وفيا لأنصاره، رونالدو وفيا لأهدافه، رونالدو يعرف كل سنتيمتر في المرمى، يتغير الخصوم والأندية المنافسة، لكن رونالدو يبقى وفيا لأرقامه الكبيرة. هدف جديد في بطولة أخرى، في لمسة رائعة، في ضربة جميلة لكريستيانو رونالدو وما أدراك. حاول لمصلحة الرجاء في هذه الأثناء العودة لجهة اليسار، محمود كرة، الكرة طويلة نحو القائم الأول، خطيرة لكنها مرت من الجميع بدون أي متاح. حلوة 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 التمريرات، وكرة خطيرة باتجاه رونالدو، لكن الدفاع يتدخل وينشر لاعبيه في مناطق النصر. كرة عرضية لكن الدفاع تدخل من جانب سلطان غنام. بريبي كرة على جهة اليمين، تحرك من جانب سلطان غنام في مكان خطير عند المساحة، مر الغنام بتسديد كرة، يا ولد يا ولد يا غنام، الثاني للنصر بروعة كبيرة. هدف جميل جدا يا نصر، بروعة روعة روعة. الظهير الأيمن مهاجم في هذه اللقطة. قلنا في المباراة الماضية الغنام استعاد شيء من بريقه ومستوياته، الليلة يؤكد لنا ذلك بهذه الانطلاقة الرائعة والنهاية الجميلة بكنترول. شوفها مرة أخرى، الكرة اللي كانت من خيبري خلف المدافعين، الاندفاع للرجاء، ترك المساحات، اللمسة والتسديدة والروعة من ظهير أيمن بمواصفات هجومية. سلطان يسجل الثاني للنصر، العالمي يضيف الثاني في هذه القمة العربية في مرمى الرجاء. بروعة كبيرة للظهير الأيمن، بروعة كبيرة لظهير بمواصفات هجومية، وسط شوارع، مساحات دفاعية. الفرحة نصر بحث بعد ذلك عن المساحات وعن الثغرات وعن الفرص وعن الأهداف. بروزو يلعب الكرة إلى تيريز، يبحث عن كرة عرضية أخرى داخل المنطقة بالراس، بروعة كبيرة يا ولد فوفانا، والثالث يا نصر. الله الله الله، أي متعة، أي كرة، أي عرضية يا تيريز. الضربة الرأسية أسمر يا أسمراني، جميلة جميلة من فوفانا. روعة يا نصر، روعة روعة يا نصر، روعة. كورة يا نصر، فن يا نصر، سحر يا نصر، عالمي يا نصر. الله على الضربة يا فوفانا تيريز، جميلة 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 جميلة. فاتنة هذه العرضية، أي ارتقاء هذا يا سيكو. فوفانا بضربة ولا أروع، نصر ولا أجمل، عالمي ولا أمتع. ثلاثية نصراوية مدوية في مرمى الرجاء. أي كرة قدم نشاهدها اليوم لفريق كاسرو، أي طوفان سينتظرنا. وحلو على جهة اليمين باتجاه زريدة، محاولة رجائية خطيرة، هدف الرجاء. بروعة كبيرة كان العمل الفني، ولكن النهاية كانت مؤسفة للنصراوية من مادو. عمل رائع على الرجاء في اللقطة الماضية، الشيء اللي راهن عليه الرجاء في مباراة الليلة، الأداء الجماعي بعد عمل كبير في اللقطة الماضية. هفوة قاتلة في اللقاء الماضي، لاجامي سجل في مرماه، هفوة قاتلة في مباراة الليلة، مادو سجل في مرماه. النصر بأخطاء فردية دفاعية، لكن هذا لا يقلل على العمل الكبير في هجمة الرجاء في الكرة الأخيرة. Gerard Pique is a Spanish professional footballer who plays as a center-back. He was born on February 2, 1987, in Barcelona, Spain. Pique began his youth career at the renowned La Masia Academy, which is affiliated with FC Barcelona. He quickly rose through the ranks and made his first team debut in 2004. However, he initially struggled to establish himself and was loaned out to Real Zaragoza for a season to gain more experience. After his loan spell, Pique returned to Barcelona in 2008 and became an integral part of the team's defense. His partnership with Carles Puyol at the center of the defense was instrumental in Barcelona's success during that period. Pique's excellent positional sense, composure on the ball, and ability to initiate attacks from the back made him a key player for the club. During his time at Barcelona, Pique has won numerous domestic and international titles, including multiple La Liga titles and UEFA Champions League trophies.
He has also represented the Spanish national team and played a crucial role in their triumph at the 2010 FIFA World Cup and the UEFA European Championship in 2012. Peak is known for his strong defensive abilities,